اسكتوا يا بنات، كل حاجة جديدة في الفيديو ده. انا خلاص يعني روقت على اوضة الاطفال تروية. اوعى وشك يا معلم، خليت الشقة بقى والأوضة واو بجد. والله يا بنات بجد انا فرحانة جدا، الحمد لله اللي وصلت للنتيجة دي. ودي نتيجة راضية انا عنها، وعيلي راضيين عنها بجد، واتبسطوا جدا جدا. وان شاء الله ان نفضل قاعدين بقى فيها انا وكمان. انا بص انا شبت في الأوضة، انا حاسه اصلا ان انا موضباها ليا مش ليهم. وكمان جبت حاجات كمان ترند لسه طالعه جديد برضو، جبتها اوريها لكم لان مش لاقيه مكان في الاوضه بتاعتي، او قلت لما افضي مكان عامه هبقى اجيب الحاجه دي. بصوا اوصلوا للاخر هتلاقوا بص حاجات قنبله قنبله، كنت هموت واجيبها والحمد لله جبتها قبل ما اموت يعني. آه اول حاجه انا طبعا خلاص مسحت الاوضه وخليتها زي الفل، وكمان طلعت الهدوم اللي في الدولاب طبقتها، خليت كل حاجة مرصوصة كده في الدولاب. خليت مثلا الجواكت، خليت الحاجات اللي هي التقيلة اللي هي ما تنفعش اللي انا كل ما اجي اطبقها تبقى عاملة مكان قوي. برضو خدتها في حطيتها اللهم صل على النبي في الشماعة، وعلقتها علشان خاطر يعني مش عايزة مكان على قد ما اقدر. الهدوم الشتوية معروفة ان هي بتاخد مكان جامد قوي في الدواليب، لا لما تاخدي الحاجات التقيلة وتحطيها في الشماعة وتعلقيها في الدولاب بجد بتبقى حاجة حلوة جدا. طبعا انا حطيت هدوم ضدة وهدوم كمان برضو معاذ علقتها، بس بصراحة انا ما صورتش الهدوم وما صورتش الدولاب. وحطيت كمان الملايات الجديدة اللي انا جبتها لأوضة الاطفال، برضو حطيتها في ماليات هم اختاروها يعني وانا جبتها لهم. عايزة اقول لكم عندي طقم توأم اللي هو التوينز ده، ما فرشتوش، عايزه ابقى ان شاء الله افرشه، بس ان شاء الله المره الجايه. ده اصلا انا داخله بيه الطقم ده، بس بصراحه الطقم غالي وحاجه نظيفه فانا مستخسراها. انا كنت عامله حسابي مثلا ان انا كنت اعمل سريرين قدام بعض، بس ما حصلش نصيب. وعايزه اقول لكم على حاجه، طبعا كل العرايس اللي بتيجي تدخل مثلا او لسه جديده ولسه بتجهز نفسها، بتلاقي بقى العروسه تقولك انا هجيب مثلا اللي هو سريرين، هجيب مش عارفه ملايتين زي بعض، هجيب اللحافين زي بعض، او الطقم اللي هو اللحافين دول والملايه. فالمهم يعني انا جبت زي ما بقول لكم كده. فبس بصراحه مش حلو قوي يا بنات ان انتي تعملي حسابك على حاجه وفي الاخر تلاقي ان انتي دخلتي على حاجه تانية خالص. هو ده نصيب طبعا. المهم طبعا ما فرشتوش بصراحه، واستخسرت اللي انا افرشه لانه هيبوظ على الفاضي. فقلت لا ان شاء الله مرة تانية بإذن الله ابقى ربنا لو سهل لي وكده عرفنا ناخد شقة اوسع من دي فيا ريت والله. خدت ما خدتش خلاص. طبعا العيال بقى يكون كبروا وكانوا بقى يبقوا كده يعني. كل واحد بقى لما العيال تكبر اكيد الواحد اكيد هيغير من حياته يعني ان شاء الله. المهم يا بنات طبعا انا عايزه اقول لكم كمان خلاص نفضت طبعا السرير وخليته زي الفل قبل ما افرش دي. وعايزه اقول لكم الحافظه ديت بتاعه المرتبه حلوه قوي قوي لما يكون عندك طفل بيبي بيسرب وهو نايم، حاجه اتدلقت مثلا عليها اي حاجه زي كده، فبجد حلوه قوي. هي اصلا كده كده جلد من جوه وقطيفه من بره خالص، وكمان ضمه كويس على المرتبه يعني مش بتتفك ولا حاجه. وعايزه اقول لكم على حاجه، الملايات اللي انا كمان جايباها دي برضو انا جايباها جديده، بس يا بنات بجد القماشه بتاعتها حلوه مش وحشه، مش اللي هي فيها ستان او فيها حرير كده، لا القماشه قطن كده وحلوه جدا. وعايزه اقول لكم بقى انا كنت مفكره ان الملايات دي هتطلع اصغر من السرير، فاهميني ازاي؟ طبعا الكوفرتة دي كمان كانت بتاعت حماتي وكده، حطيتها لهم برضو. قلت ان شاء الله لحد ما اغسل البطانية الصغيرة بتاعتهم. وكمان عندي مفرش اللي هي القطيفة ديت اللي هي الدفاية دي، برضو عايزة ابقى افرشها ان شاء الله معاهم. وكل حاجة بصوا عايزة اقول لكم كل حاجة اتغسلت يعني، كل حاجة اتغسلت ونشفت كمان. وان شاء الله الفيديو الجاي هتشوفوا فيديوهات تانية في الأوضة يعني. بصوا بقى البراويز اللي انا بعلقاها ديت كل شويه كانت تقع، بجد اتخنقت. طبعا هي فيها دبل فيس
الدبل فيس ده يا بنات بيقع كل شويه يتفك، فمش حلوه. في حاجات صغيره فوق السرير بالظبط اللي انا ملزقاها دي كانت كويسه ما وقعتش، لكن اللي انا لزقتهم دول تلاقيهم وقعوا كل شويه عمالين يقعوا، فاضطريت ان انا اخرم الحيطه وايه وعلقهم احسن، لان هي فيها عليه وفي نفس الوقت فيها دبل فيس. فاهمني ازاي؟ عايزه اقول لكم على حاجه كمان. انا هنا جايبه الاسامي، تمام، وجايبه كمان صور اللي هي الصغننه اللي تحت دي، شايفينها وقعت ازاي؟ طبعا دي وقعت والاولانيه وقعت، يعني الاتنين وقعوا. فاهميني ازاي؟ فعشان كده انا قلت لازم أنا اخرمها. طبعا لما ابو معاذ جه بصراحه كان بره، وجي قلت له لازم تخرمها لي. الدورية والأسامي هما باللزق، بس اللزق بتاعهم من الشركة حلو، أجمل أحلى، مش بيقع. صح. شايفين بقى؟ بصوا بقى السجاده ديت، السجاده اللي انا حطاها اللي هي تحت الحافظه دي، السجاده دي صغيره، هي واخده حته برضو يعني كبيره، بس في حته صغيره باينه، تمام. فانا عايزه اللي هي السجاده تتحفظ وفي نفس الوقت يبقى شكلها احسن، واخده كل المكان متغطي. عايزه اقول لكم بقى المرايه الترند دي يا بنات جبتها وفرحت جدا بيها. طبعا المرايه دي بتاعتي اللي ما بتتكسرش، على فكره المرايه دي ما بتتكسرش خالص، طالعه ترندي قوي وحلوه وعجبتني. عايزه اقول لكم انا بعد ما جبتها على طول يعني اتبسطت جدا 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 بيها، لاني جربتها وقعتها كذا مره وما اتكسرتش. بص انا بقول لكم انا اهو والله انا هبله فرحانه بيها قوي. بس انا كنت هحطها في الاوضه بتاعتي بس ما لقيتش مكان، فقلت تمام مش مهم احطها في اوضه الاطفال. وكده كده لما انا احب ان انا البس اي حاجه اوريها لكم اكيد هتشوفوها عادي يعني برضو. طبعا انا هنا بقى ايه كانت الستاره لسه بتاعت اوضه الاطفال لسه ما تركبتش لان كانت مش نظيفه، لكن انا الفيديو ده نزلته بعد ما خرمت وبعد ما ركبت الحاجه ووضبت الاوضه بعديها بيومين عامه يعني. هنا بقى انا فاجئت عيالي همت وقلت لهم ايه رايكم؟ طبعا كانوا بره عاملين بيخبطوا وبهدلين الدنيا عشان يخشوا. بصوا فرحوا بيها جدا جدا، وبصوا حضني وعمال يقول لي يا ماما انا بحبك جدا بجد، شكرا روقتي لي السرير وروقتي لي الاوضه وشكلها بقى حلو، حطيتي لي كمان البراويز بتاعتي. وبصوا كمان عندي كمان أنا بتكلم معاها، هو أنا اللي لسه داخل. انت اللي لسه داخل. شايفين بيبصوا كمان على المرايه، ده فرحوا من المرايه اكتر ما فرحوا اصلا باي حاجه تانية في الاوضه. انا ابني ده مجنون مرايه اصلا. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، عندي ضده بتكوشه تقول لي بص 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 النونو الصغنن، انا عندي ابني الصغنن ده رضا هيتجنن يا بنات على